شيخنا، ايه رأيك في موضوع وائل غنيم وان هو رجع يصلي تاني؟ والله بصي، هو وائل غنيم تقريبا بيمثل كل الشباب. شاب طموح ناجح جدا، أيقونة مصرية. ظهر في ثورة يناير. وبعدين حصل ان وائل غنيم زي ما تقول كده انتكس انتكاسة شديدة جدا. احنا كلنا كنا زعلانين واحنا شايفينه هو طالع بسجارة الحشيش وقاعد بيتكلم بطريقة. الشاب المثقف الطموح الناجح اتحول لشخص تاني. والميزه عند وائل غنيم ان هو ما بيتكسفش وبيتكلم عن كل المشاعر اللي جواه بوضوح. واحنا مش بننصح كل الناس ان هو لو حد بيعمل حاجه غلط يطلع يقول للناس، ولكن كأن وائل غنيم ده صوره بتعبر عن اللي جوانا، بتعبر عن حالات ان احنا بننجح وبنتفوق واحيانا بننتكس. بس احنا لما بننتكس ما بنظهرش قدام الناس. وانا مش بنصح اي حد ان هو لو انتكس او عمل حاجه غلط او اكتئب ان هو يطلع ويعلن ده للناس، لا، بس يبقى عنده نوع من انواع انه بيفهم مشاعره، بيقدر ذاته. والجميل بقى في الفيديو، انا اتفرجت على الفيديو بتاع وائل غنيم بصراحه، وانا بحييه على الفيديو ده جدا، لان وائل بيتابعه ناس كتير وشباب كتير متاثره بيه. وهو بيتكلم ازاي رجع يصلي تاني وازاي بقى يحافظ على صلاه الفجر، وشفناه في الشارع وبيروح مع مؤسسات خيريه، بيساعد الناس وبيروح يقابل الشباب وبينزل. فهو حد جميل وحد انا بدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايده لاعلى مكان، وان هو يعني يرجع زي زمان الشاب الجميل المثقف. وهو عنده خبرات كتير جدا في حياته ما شاء الله عليه يعني. ففكره بقى ان هو بيقدم نموذج للشباب عملي، وكلهم كانوا متابعينه. ان هو كان حد الناس كلها قالت ان وائل خلاص هربت منه، راحت منه خلاص. راجع تاني بقوة، ورجع تاني بعد كل الأزمات اللي اتعرض لها في حياته، زي أي شاب بيتعرض لأزمات أقوى من الأول بكتير. وعنده حضور، هو شاب مصري جميل، عنده مشاعر، عنده جدعنة. غلط، كل الناس بتغلط، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كان عنده افكار مش احسن حاجه، رجع تاني، بقى موجود في وسط الناس، بقى بينزل، راجع يعلن ان هو بقى حد قريب من ربنا سبحانه وتعالى. النموذج ده عجبني جدا والله، وانا بتمنى لوائل ان ربنا ياخد بايديه لافضل مكان. وان الشباب بقى يعني، انت شايف قدامك نموذج، يعني نادرا ما تلاقي كام واحد معدودين في مصر وصل للمكان اللي هو وصل ليه، ومع ذلك انتكس انتكاسة شديدة جدا. وبعدين راجع تاني بقوة، وهو لسه سنه صغير، ان شاء الله يقدر يحقق اللي نفسه فيه، وربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويخلف عليه خير. فأنا بصراحة شايف ان هو حد كويس، و... والنموذج ده ينفع ان هو يتكرر بقى. اي حد حصلت له مشاكل في حياته، شوف وائل غنيم نموذج. تقدر ترجع وتقدر تستأنف مهما كنت وصلت لأي مرحلة، سواء نفسيا أو سلوكيا أو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى دينيا. تقدر ترجع وتبقى حد كويس جدا. شكرا جزيلا.